أهلاً بيكم في الجزء الثاني من تحليل السي بي سي. فاكرين الفيديو اللي فات اتكلمنا عن كرات الدم الحمراء؟ النهاردة هنكمل ونفهم الأرقام اللي تحتها ببساطة وسهولة. عرفنا إن كرات الدم الحمراء خلايا صغيرة ماشية في الدم رايحة جاية طول اليوم. شغلتها الأساسية إنها تشيل الأكسجين وتوصله لكل حتة في الجسم، لا بتزهق ولا بتنام. وشكلها دايرة ناعمة كده زي القرص الصغير، مش منفوشة ولا مليانة زوايا. وجواها في مركز مهم جداً، مخزن الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ده بقى هو اللي ماسك إيد الأكسجين، ياخده من الرئة ويجري بيه على كل خلية في جسمك، من أول طرف صباعك لحد شعرة في دماغك. فخلينا نتخيلها كده إنها عربية حجم العربية دي هو ال MCV، وكمية البنزين هي ال MCH، أما بقى تركيز البنزين هو ال MCHC. نبدأ بأول حاجة MCV Mean Corpuscular Volume، يعني متوسط حجم كل كرية دم، بمعنى أبسط حجم العربية نفسها. يعني ال MCV بيعرفنا إذا كانت العربية بتاعتنا هل هي صغيرة ولا كبيرة ولا حجمها مظبوط. الطبيعي من 80 ل 100، فلو أقل من 80 العربية صغيرة، أما لو أكبر من 100 العربية كبيرة. وساعات الكبر أو الصغر ده بيبقى ليه أسباب، زي نقص حديد يخلي العربية صغيرة، أو نقص فيتامين B12 يخليها كبيرة. نيجي بقى للخانة التانية، MCH Mean Corpuscular Hemoglobin، يعني كمية الهيموجلوبين اللي جوه كل كرية دم، زي كمية البنزين جوه كل عربية. الطبيعي بيكون من 27 ل 33، أقل من كده يبقى العربية ماشية ببنزين قليل، وبالتالي الكرية تبان باهتة. دلوقتي هنروح للخانة اللي الناس بتخاف منها أكتر، MCHC Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration، يعني تركيز الهيموجلوبين جوه كرية الدم. فتخيل كده عندك عربيتين حجمهم واحد، وكل واحدة فيها 5 لتر بنزين، لكن واحدة البنزين فيها مركز والتانية مخفف. وانت عارف لو الهيموجلوبين نفسه مش مركز، يبقى الأكسجين اللي هيوصل للخلايا قليل، يعني الخلايا هتستقبل الأكسجين كأنك بتدي حد كوباية عصير خفيفة زيادة عن اللزوم، مفيش استفادة. الطبيعي من 32 ل 36. لو الرقم أقل من 32 يبقى الكرية الهيموجلوبين فيها خفيف، وده معناه إن الأكسجين اللي هيوصل للخلايا هيبقى قليل. ولو الرقم فوق 36، ده معناه إن الهيموجلوبين مركز زيادة، وده ممكن يشاور على مشكلة برضه، لأن التركيز الأعلى من الطبيعي مش دايماً حاجة لطيفة. استنونا في باقي الفيديوهات، لسه في أسرار كتير جوه دمكم هنكشفها. وما تنسوش تعملوا فولو علشان ما تفوتوش أي حلقة. وما تنسوش إننا هنا للتوعية بس. التحليل ده بيبقى جزء صغير من الصورة الكاملة، والدكتور هو اللي يقدر يفسر لك كل رقم ويقول لك إيه الصح ليك.